انت داخلة ثانوية واحلام اهلك عليكي مبنية، يعني تجيبي 100% وتدخلي احسن كلية، يعني لو ما وصلتيش يبقى الحياة ما تستحقيش. قالوا ذاكري طول اليوم، مفيش اكل ولا في نوم، صعبة ومحتاجة محارب، وهتشوفي فيها صحاب عقارب. قالوا بصي لابن خالك بنت عمك جابوا ايه، هو انت عايزة تكوني اقل منهم ولا ايه؟ قالوا لي خافي لما توصليش، خلوني احلم بكوابيس، سميتها خرافات الثانوية. عارفة اني داخلة ثانوية وفرحة اهلي واجب عليا، بس مش لازم 100% او حتى ادخل احسن كلية. هسعى واحارب لحلمي، نسبة وصولي دي خارج علمي. ممكن يعني ما كانش خير او ما احسنتش التدبير، بس اللي يا رب كبير اكيد شايل لي كل خير، ويخلي ليا في يوم قيمة، وهتكون دي فرحة اهلي بيا. مش واقفة يعني على الثانوية، حتى لو مش بالثانوية هثبت نفسي في الكلية، وهخلي قيمتي كمان غالية. يعني مش بالثانوية ولا هي نهاية الدنيا، هو السعي بس عليا وكله على رب البرية. أكيد شايل لي هدية وهتكون جبر خاطر ليا، فمش هزعل على الثانوية، وهسعى واختار الخير ليا، واللي كاتبه ليا رب البرية اللي هيفرحني بيه حتى لو معرفش ده ايه. بس انا ثقتي كبيرة فيه وانه شايل لي اجمل سعادة. مش واقفة على الثانوية يا سادة، فمش هكون ابدا زعلان، وانا ثقتي كبيرة في المنان، ومش بدرجات الثانوية. اسعى بس انت وهي، وخلي املكم في رب البرية، وبلاش تصدقوا خرافات الثانوية.